السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مش محتاج اقول لكم انكم وحشتوني كتير جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. يلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي تحكي عن ايه واللي هيحصل مع مراد وسترين. ولو عايزين تشوفوا حلقات لينا اكتر، ايه قصدي، اشتركوا في القناة عشان خاطر يوصلكوا اي جديد بجديد. يلا بينا نشوف اللي هيحصل في حلقتنا او في روايتنا النهاردة. يلا بينا. ستيرين كانت بصاله بدهشة، كأن الشخص اللي قدامها ده فكرها بذكريات كتير هي حاولت انها تتجنبها. هي ياه، يوم ما قررت انها ترتاح وتعيش مع حبيبها تيجي لها الشخص ده عشان يفتح عليها نصايب كانت ان هي فاكرة ان هي نسيتها اصلا. هو جه عشان خاطر يفتح حاجات في الماضي، بعد عنها خطوتين. هو بيبص لها بس بنفس نظرات الخبز، وقف كده وشاور بعيد. بيقول انا عايز اقول لكم على حاجه، انا نويت ان انا اخطب. الكل بصله باستغراب، الكل بدأ يظهر على ملامحه الاستغراب. يا ترى مين هي البنت دي، ولا هي من مصر ولا من بره مصر؟ بس هي اكيد 90% ان هي من بره مصر. هو مش هيبص ملاحظة في مصر لان هو عاش حياته كلها بره، وعاش فترة طويلة يعني بمعنى اصح بره. دخلت البنت كانت بتبتسم ابتسامة هادية، وكانت ملامحها هادية جدا وراقية. كانت الواضح عليها ان هي بنت عادية جدا ومتواضعة. قالت هاي، انا اسمي مريم، انا مبسوطة جدا ان انا شفتكم. انا ان شاء الله يعني هبقى خطيبة سليم. الكل بصلها وبدأ ان هو يرحب بيها، وكان الكل مبسوط الا نورة اللي قالت انا مش فاهمة، يعني انت اتجوزت امتى؟ قصدي ايه اللي خلاكوا تحط في دماغكم كده وانت اتاريك بره عمال تحبني وانا مش عارفة اي حاجة، صح كده؟ هنا هو بصلها بيقول لها فيها يا ماما، انا ما كنتش بحب، انا فعلا كنت بره وكنت اشتغل وحاجات من كده، بس شفتها بقى بالصدفة واتفقنا ان احنا هنيجي نتخطب هنا، وبعدين انا ما اتجوزتش من وراك. لا الله، وانت بقى كمان كنت عاوز تتجوز من ورايا؟ لا لا، بجد شاطر، انا مبسوطه قوي من تربيتي، انا مش مصدقه اللي انت بتقوله ده. ماما بعد اذنك، انا عايز اتجوزها ومش هتجوز غيرها. مريم قالت هو في مشكله يعني؟ لا، ما فيش مشكله في ان البنت ما تبقاش بنت محترمه لما تروح. لا لا، انا محترمه على فكره. هنا نورة بصت لها بقرف. سليم قرب منها ومسك ايديها جامد وبص لمامته بتحدي. بيقول ماما انا مش متجوز غيرها، انا بحبها بجد. هنا مامته بصت له وطلعت على اوضتها بكل هدوء. اما عن الكل فكان بيتلمح حواليهم يبارك لهم الا سيرين اللي كانت واخده زاويه. وطبعا مريم لاحظت كده. مريم قررت انها تروح هي وتسلم عليها. مريم قربت منها وسلمت عليها وابتسمت لها بابتسامه هاديه، لكن سيرين ابتسمت لها بنفس الابتسامه. هاي، انا بقى مريم، وان شاء الله يعني هبقى خطيبة سليم. تمام، ربنا يبارك لكم. ايوه، هو انت تقربي له ايه معلش؟ انا ابقى بنت عمه المتوفي. كانت بتقول اخر كلمة وهي بتبص لسليم، قصدها التلقيح. ان هو بصلها وقرب منها بخبز، سلم عليها ولمست ايديهم. هي بصت له، شالت ايديه، لكن هو كان ماسك ايديها جامد. حاولت انها تشيل ايديها لكن معرفتش. بدأ مريم انها تلاحظ حاجة زي كده. قرب مراد منه وبص لهم باستغراب. هنا هو سليم راح سحب ايديه وابتسم بهدوء. بيقول انا مبسوط جدا يا سترين. الحمد لله، كنا فاكرين ان انت ميتة هنا سترين بصت له وقالت لا، بعد الشر، ايه اللي هيموتني يعني؟ انا كويسة جدا. هنا مراد حس بحاجة غريبة، فقرر ان هو يحسن الاجواء وقال طيب الف مبروك للمرة التانية. خدوا بالكوا بقى وخدي بالك انت، لحسن ايه ممكن تلاقيه تعبانات. هنا مريم بصت له بدهشة وهي بتقول ايه تعبانات؟ بنات؟ هدي بس حبيبتي، ما تاخديش على كلامه. لا الله يبارك لك يا مراد، انت جاي تخرب بيتي ولا ايه؟ وسط كل ده فريدة بصت ناحية الشباك، لقيت ان زين واقف في وسط الحديقة وهو بيرفع ايديه وبيشاور لها. هي ابتسمت بهدوء وقالت بصوت خافي هو اكيد ما سمعتوه، انه اكيد هو ما سمعوش، لكن ممكن من حركات شفايفها
يكون هو عارف هي بتقول ايه. سماح قربت من مريم وشدتها من ايديها وهي بتقول لها امم ازيك يا حلوة عاملة ايه؟ مين حضرتك؟ ياه، هو ما حكاش عني ولا ايه؟ هنا هو بص لها بيقول آه اخت جدي، فاهمة؟ بس يبقى شكله ما كانش بيحكي عني. سيبك منه، تربية وسخة. مش ده موضوعنا. احكي لي عنك شوية بقى يا حلو. ها، اسمك ايه؟ من عائلة مين؟ ايه؟ انا اسمي مريم، تمام. وانا كنت برضو في البلد اللي هو كان فيه، لا فرنسا. فكان ورايا شغل هناك وكنت بشتغل وكده. بس شفنا بعض في الشغل صدفة، وهو اعترف لي بحب وانا كمان. وبس يعني. امم ما قلتليش برضك انتي من عائلة مين؟ احنا من عيلة هنا متواضعة يعني في مصر. بس فاكيد انت ما تكونيش انك عارفاها. سليم ما كانش شاغل باله بكل ده. كان باصص ناحية سيرين اللي كانت بتحاول ان هي تداري توترها. من ساعة ما هي شافت سليم دخلت المطبخ. هو دخل وراها بطريقة خبيثة. هي كانت بتدخل وبتبدأ انها تصب مشروبات، تصب لها مية عشان خاطر تشربها. لكن انصدمت لما سمعت صوته وراها وهو بيقول ايه، خايفة ولا ايه؟ لان هي اخدت نفس عميق، بصت له وهي بتقول له انا اخاف من مين؟ من عيل؟ انت عيل؟ انت فاكر نفسك راجل بجد؟ وطي صوتك. انت تعرفي ان انا معايا فيديوهات جميلة اوي ليكي؟ هنا هي بصت له وهي بتقول فيديوهات؟ فيديوهات ايه؟ فيديوهات كتير. طلع عن موبايله من جيبه ومسك فيديو وهو كان بيقرب منها. هنا هي بصت له بدهشة وهي بتقول انت ما لمستنيش. ايوه، انا ما لمستكيش، ما لحقتش اقرب منك. لكن لو حد شاف الفيديوهات دي هيقول ايه بقى؟ انت مش بني ادم، انت شيطان. ايش هتقعدي تقولي كلام غريب؟ بص يا حلو، انت عاوز مني ايه طيب؟ انا مش عايز منك حاجة على فكرة.